السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وما يخصكم تخير يا ربي. اليوم غنشارك معكم شنيك ديال البطاطا اللي كيجي زوين ساهل ورخيص، ما فيهش المقادير بزاف، اقتصادي. درت بطاطا وحده، سلقتها وقشرتها ومعزتها مزيان، زدت عليها بيضه وحده وربعة المعالق ديال السنيده. خلطت كلشي مزيان وكنزيد الزيت الروميه شويه بشويه، ما كنخلطهاش، ما كنخويهاش كلها، كنخوي شويه ونحرك. ودرت المعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين. كنخلط الخليط مع الزيت مزيان وكنزيد المعلقه ديال الزبده. انا استعملت الزبده اللي عندي ديال الماكله اللي درت، ماشي ضروري تكون الزبده ديال الكرواسون. كنخلط الخليط مزيان حتى يولي كريمي. وكندير 5 الكؤوس ديال الطحين ديال الحلويات، كيسان صغار، يعني 3 الكيسان كبار ديال العنبه ديال الطحين. وكنجمع الخليط بالحليب اللي دفيته شويه. ضروري يكون الحليب سخون، ماشي سخون بزاف، يعني بحال كما كنديروا الماء باش كنعجنوا العجينه. وزدت واحد الخميره حمراء ديال الحلوه، وكنجمع الخليط بالحليب البنات. ما داش ليا بزاف ديال الحليب، دا ليا نص كاس ديال الحليب، ولكن صدقوني كيجيو زوينين، كيجيو بحال البونج لداخل. كنرولي العجين، ملي كنجمع العجينه كنروليها بحال هكايا، يعني كندورها. واخا تقطع لكم العجينه البنات ماشي مشكل، كتلصقوها، يعني ملي كطيب كتجي عادي، كتجي زوينه. وكندير ليها هاد الشكلاط الصغار ديال الكرواسه، وكنخليها تتخمر، وندير ليها الصفر ديال البيض اللي درت ليه شويه الحليب. خليتها نص ساعه تخمرات. هاد شنيك هذه ما كندخلها لا للثلاجه، العجينه ما كندخلو لا للثلاجه لا والو، هذه شنيك عاديه ولكن كتجي زوينه، ماشي بحال الاخرى اللي كتدخليها للثلاجه. يعني شي نهار ان شاء الله غنشارك معكم هذيك حتى هي اللي كتدخل للثلاجه، اللي كديروها بالزبده وكتخليوها في الثلاجه. هذه ما كدارش العجينه في الثلاجه، كتبقاها على تتعجنيها ديريكت، كتصايبيها مباشره، كتصايبيها ما كتديري العجينه وكتصايبيها، ما كتخليهاش في الثلاجه. دخلتها الفران، طابت من التحت ومن الفوق، ودهنتها بشويه د العسل، وجات تبارك الله ما شاء الله. هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه. وما تنساونيش من الاشتراك والكومنتير زوين والبارطاج فضلا ليس امرا. وشكرا لكم بزاف بزاف.
والله يخليكم ليا يا ربي.